المهم ان احنا نغسل عارنا ونحرر ارضنا ونسترد اللي اتاخد مننا ونحسن صورة مصر ونوضح صورة مصر قدام العالم بالكامل. اول شهيد واشهر شهيد في حرب اكتوبر الشهيد الطيار عاطف السادات، ولما ابلغوا الرئيس انور السادات ان اخوك استشهد واول واشهر شهيد، قال لهم هو اجدع من مين ولا من مين ولا من مين؟ كلهم ولادي وكلهم فدا مصر. رجعت الطيارات ولم تكرر الضربة الجوية الأولى لأنها حققت 95% من أهدافها، ورجعت الطيارات بعون الله سليمة. هنا هو ما انساش أبدا صبحي الشيخ الطيار المصري الشهيد اللي بعد ما ضرب مطار راس نصراني اللي كانت محتلاه القوات الجوية الإسرائيلية، وبعد ما نفذ مهمته أصيبت طائرته وآل على نفسه إن هو يرجع، اتدور وشاف طيارتين في حالات الاستعداد الإسرائيلية طالعين، بسم الله الله أكبر، ودخل فيهم وخدهم في وشه وما راحش بلاش، خد معاه الطيارتين وفدى الطيارين اللي معاه ورجعوا. ما انساش أبدا فيكتور نيلسون تادروس الطيار المسيحي. كلنا أقباط في مصر، قبط يعني مصر باليوناني، وكلنا أقباط في مصر، في قبطي مسيحي وفي قبطي مسلم. القنبلة والصاروخ والطلقة ما كانتش بتفرق بين مسلم وبين مسيحي، كانت بتيجي علينا احنا الاثنين. لا انسى فؤاد عزيز غالي قائد الجيش الثاني، لا انسى حليم يوسف حليم الطيار المصري اللي كان معاه افراد الصاعقة وعمل بيهم ابرار خلف خطوط العدو وتم اسره. لما اتأثر لقوا في جيبه مصحف ولقوا في صدره صليب، بقوا محتارين، قالوا له انت مسلم ولا مسيحي؟ قال لهم انا مصري. لا انسى فيكتور نيلسون اللي دخل على بقيادة سرب سخوي عشان يضرب تجمع الدبابات اللي موجود اللي جاي على الطريق الاوسط، وكان معاه في نهاية الطيار نمرة 20 اخر طيار عندهم اصغر طيار عندهم احمد السيد بخيت. بعد ما نفذت الذخيرة منه القنابل والصواريخ قال على نفسه ان هو يرجع، شاف دبابات لسه حية بترزق، قام لافف وجاي على الدبابات دبابة 2 3 بسم الله أكبر الله أكبر واستشهد، وما رضاش يرجع بدون أوامر بدون أي حاجة. ولا أنسى عبد القوي شمس الدين اللي كان القائد بتاعه فاروق عليش، القائد البطل اللي طلع على قيادة اللواء الجوي السخوي بتاعه بيطير في الأول زي الأبطال، زي خالد بن الوليد وزي غيره من القادة اللي كانوا موجودين. لا أنسى طيارات الهليكوبتر اللي دخلت علشان تبر الصاعقة وتوديها هناك، الطيار أحمد لطفي هلال ولنا ذكر معاه بعد كده، هو الطيار المصري الوحيد أول وآخر طيار مصري ضرب طيارة فانتوم بالطيارة الهليكوبتر. الطيارة الفانتوم حاولت انها توقع طيارة الهليكوبتر مستخسرة فيها الصاروخ ومستخسرة فيها الطلقات المدافع، جه فوق الطيارة الهليكوبتر عايز بخلخلة الهواء يخلي الطيارة اللي طار على ارتفاع واطي تخبط في الأرض وتموت بال20 جندي صاعقة اللي داخلين. أحمد لطفي هلال استعان بربنا سبحانه وتعالى وبما هداه، ما رميت إذ رميت لكن الله رمى، داس على الزناد، طلعت الصواريخ من الطيارة الهليكوبتر دمرت الطيارة الفانتوم وسقطت. ودي حادثة فريدة من نوعها ولا يمكن تصديقها لولا وجود شهود العيان. الطيار محمد سري اللي كان طاير جنبه وشافه، وفي نفس الوقت وهو راجع شاف اليهود داخلين وطالعين من الدشم بيجروا، ساب الخول بتاع الطيارات اللي داخل وضرب له 30 أو 40 طيار منهم. ما نساش الشهيد الطيار شريف عرب بطل مصر والعرب، أول وآخر طيار في الميج 17 بالطائرة العتيقة طائرة الحرب العالمية الثانية، تمكن من قتل وإسقاط طائرة فانتوم أمريكية الصنع بطائرة ميج 17 حاولت انها تغير عليه وحاولت انها تسقطه، فكانت النتيجة ان هو اسقطها واستحق عليها نجمة سيناء. اصغر قائد سرب طلع وطالع على بالطيارات بتاعته وراه السرب بتاعه، سقطت الخزانات بتاعه الوقود بتاعه، فالمفروض ان هو مش هيرجع لان خزانات الوقود دي هي اللي بتديله المدى انه يروح ويرجع، علشان هو على قمة السرب بتاعه وعلى مقدمة السرب بتاعه قال على نفسه وعارف ان هو رايح وان واي تيكت، رايح روحه بلا رجعه. أنا لا أنسى أبدا
ان انا في تاني يوم لما هجمت علينا اسرائيل 7 اكتوبر الساعة 7 الصبحية في ضربة عاوز يضربونا ضربة زي بتاعت 67، لقونا مستنيينهم فوق المطارات زي الاسود وزي الفهود، وضربناهم ووقعنا منهم طيارات ونهشنا من جتاتهم ورموا قنابلهم وجريوا مذعورين. الدشمة اللي اداها لنا واهداها لنا 632 دشمة اهداها حسني مبارك لمصر، حمت الطيارات، لا طيارة ضربت لا مطار وقف عن العمل، لم يتمكنوا من قتل وإبادة القوات الجوية المصرية اللي اتضربت في 67 على الأرض وما خدناش فرصتنا. عمايل لا تنسى. لا أنسى مطلقا أخي وزميلي ورفيق سلاحي عداء السماء خيري فؤاد البطل الطيار الذي أسقط طائرة فانتوم، وأسقط أيضا طائرة ميراج، وأسقطها بطريقة التصادم. ولحسن حظ اليهود الإسرائيليين تم أسر هذا الطيار، وأثناء استجوابه جاله الطيار اللي خبط فيه قال له أنا عايز أعرف بالظبط إيه اللي يخليك إنك أنت لما تنفذ الذخيرة بتاعتك وصواريخك والمدافع بتاعتك إنك أنت تصطدم بيا وتموتني، أنت كنت عايز إيه بالظبط وأنت ممكن تموت معايا؟ خيري فؤاد رد عليه قال له إيه؟ قال له أنا الخيار الوحيد اللي كان متوفر لدي إن أنا أقتلك، لكن أنت عندك خيار تاني إنك أنت تبعد عني وتسيب أرضي وتروح لأرضك، لأن سمائي محرقة ومياهي مغرقة وهذه أرضي أنا، وأبي ضحى هنا، وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا، فكان أنا لازم إن أنا أمزقك. ده خيري فؤاد. دخلنا بعد كده هوت على 14 أكتوبر، أطول وأكبر معركة جوية تصادمية في العالم حصلت وهتحصل ومش هتحصل تاني، ولما تبقى تحصل يبقى حد يجي يقول لي. قرابة 160 طائرة من الجانبين قامت إسرائيل بمحاولة الدخول في معارك تصادمية كبيرة جدا من شمال الدلتا، تصدت لها طائرات قلعة المنصورة الجوية. قلعة المنصورة هي قلعة بتدافع عن مصر من أول لويس، واتكسرت عليها جميع الغزوات. اشتبكت الطائرات المصرية مع الطائرات الإسرائيلية وأسقطنا لهم 17 طائرة باعترافهم، وجم بعد كده هوت لما ما كانوش معترفين في الأول يدوروا على أسراهم وعلى قتلاهم، لأن القتيل والجثة الإسرائيلية لا يدخل الجنة إلا إذا عثروا على الجثة، ولا مراته تقدر تتجوز تاني. لما جه الرئيس حسني مبارك وقال لهم انتوا كنتوش معترفين بخسائركم، امال جايين دلوقتي بتدوروا على ايه؟ فده يثبت. وسقط واستشهد من عندنا حوالي 7 طيارين مصريين. استمرت المعركة 55 دقيقة كاملة، طيارات طالعة نازلة طالعة نازلة في إدارة غير عادية من غرفة العمليات الجوية المصرية بقيادة النسر مصر الأول، وكان موجود متولي قيادة هذا اللواء العملاق 104 الطيار العظيم أحمد نصر، بطل من أبطال مصر. انتهت المعركة بالنتيجة اللي احنا اتكلمنا فيها، واتقطعت ايد اسرائيل وحطمها مالت الدلتا، وبقى الفلاحين ياخدوا الألمونيا بتاعة الطيارات ويعملوها قرايل عشان يتفرجوا على القناة الأولى ساعتها، لأن ما كانش فيه الميديا اللي احنا فيها اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، اللي احنا بنتمتع بيها النهارده في من القنوات الفضائية الكثير والكثير والكثير. والقناة اللي احنا بنتكلم فيها النهارده بتحتفل بعيد ميلادها في 6 أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. 14 أكتوبر تم تحويل عيد الطيران اللي كان موجود بمناسبة وصول أول سرب طيران مصري من إنجلترا في سنة 36، وتحول عيد الطيران إلى يوم 14 أكتوبر في ذكرى هذه المعركة المجيدة. وأعتقد أن دي حاجة كانت ناجحة جدا، وحاجة أثرت تاريخ سلاح الطيران المصري. حاولت إسرائيل بكل المدد والعون اللي جالها من جميع أنحاء العالم وخاصة أمريكا إنها تضغط على القوات الجيش الثالث وتخنقنا وتدخل تحتل السويس. طلعوا في اتجاه الإسماعيلية، اتضربوا العلقة المشهورة عند نفيشة ولفوا ورجعوا في اتجاه السويس.
لم تحتل السويس، وطلعنا في طلعات انتحارية شديدة جدا. كنا بنطلع 4 و8 طيارات ضد 30 طائرة معادية، وتمكنا بفضل القيادة الحكيمة وبفضل العمليات والمناورات والتكتيكات ان احنا نصد ونمنع الضغط الغير عادي على الجيش الثالث، ولم تحتل السويس. اذكر هنا في اخر معركة جوية ربنا شرفني بيها، لان انا طرت 52 طلعة عمليات في حرب اكتوبر، لو قسمناهم على 17 يوم قتال من 3 ل4 طلعات وصايمين وبعون الله، لأن ربنا هو اللي كان بيساعدنا. في معركة 24 أكتوبر كان موجود معايا الطيار الشهيد سليمان ضيف الله، قائد تشكيل من التشكيلات المقاتلة اللي كان طاير جنبي. لما شفت طيارته أصيبت واشتعلت فيها النيران 30 ثانية وتنفجر الطيارة، بنبهه يا سليمان يا ضيف الله، نط وسيب الطيارة لأنها هتنفجر بيك. رد عليا سليمان ضيف الله قال لي أنا قدامي طيارة ميراج إسرائيلي ومش هسيبها ولازم اضربها. قلت له مش هتتمكن ومش هتلحق. قال لي وديني مسايبه، ضرب الطياره زي الاسد الجريح، وانفجرت الطياره وانفجرت طيارته، وقفز من الطياره وجت طياره اسرائيليه بالمدفع ضربت عليه بمنتهى الغدر وبمنتهى القسوه وبمنتهى الخيانه، وبطرت له ساقه وطلعت احشائه لبره واستشهد. لا ننسى اطلاقا الفلاحين المصريين الطيبين، لما كنا ننزل المطار بتاعنا على السور بتاعه في مزارع وفي بيوت الفلاحين. بعد ما نزلنا يوم 7 أكتوبر أنا أتذكر جيدا، جت الفلاحة المصرية الأصيلة بالمترد الفخار اللي فيه اللبن غذائها وغذاء أطفالها وأولادها، وعلى وشه القشطة بتاعتهم، وقالت لي لازم تشرب من دي. بقول لها ليه؟ قالت لي انتوا طلعتوا ضربتوا إسرائيل صحيح، احنا سمعنا في الراديو. جت بنتها الصغيرة الطفلة الشابة مصر الفتاة، طفلة عندها من 10 ل 11 سنة بشعرها وبهدومها وحافية، قالت لي استنى انا هجيب لك هدية حلوة. راحت جري وجابت منديل ملفوف فتحته في تعريفة مخروم ما يعرفوش ناس كتير من شباب مصر النهارده وملاليم. قالت لي خد التعريفة ده اشتري بيه حلاوة ليك وللعساكر اللي زيك والطيارين اللي زيك عشان تأكلهم عشان تضربوا إسرائيل تاني. هي دي مصر، وهو ده شعب مصر، وهو ده اللي مبارك شعبي مصر وبنحتفل بيها تملي. النصر في أكتوبر، النصر يخلق